السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم كاملين في قناة ماروك سيتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو، إلا كنتي أول مرة كتزور القناة ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في قناة ماروك سيتي وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديال أخبار المنتخب المغربي وأهم المستجدات الرياضية أول بأول. دعمكم هو اللي كيشجعنا نكملوا ونقدموا لكم محتوى أحسن كل يوم. اليوم غادي نهضروا على أول تصريحات للناخب الوطني محمد وهبي بعد إقصاء المنتخب المغربي من كأس العالم 2026 أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0. صحيح النتيجة كانت صعيبة على جميع المغاربة، ولكن الرسائل اللي خرج بها المدرب فيها بزاف ديال الأمل والتفاؤل للمستقبل. محمد وهبي قال بأن المنتخب المغربي ما غاديش يخلي هذه الهزيمة توقفه، بالعكس غادي تكون درس باش يخدم أكثر ويصلح الأخطاء اللي بانت في هذه المباراة. وأضاف أن اللاعبين داروا كل ما عندهم فوق أرضية الملعب، ولكن كرة القدم فيها الربح وفيها الخسارة. المدرب وضح كذلك أن الشوط الثاني كان مختلف تماما على الشوط الأول. حسب كلامه اللاعبين دخلوا بعزيمة أكبر وكان الأداء أحسن وخلقوا فرص أكثر، ولكن جات اللقطة اللي تبدلت فيها المباراة. وهبي تكلم على الهدف الأول اللي سجلاته فرنسا، وقال بأن بعض اللاعبين توقفوا للحظة حيث اعتقدوا أن الكرة لمست يد أحد اللاعبين الفرنسيين، وأضاف بأن حتى هو شاف اللقطة ولكن ما قدرش يجزم واش كانت مخالفة أو لا، لأن الحكم هو المسؤول الأول على هذه القرارات. وقال بالحرف أن اللقطة كانت فيها شكوك، ولكن ما بغاش يحمل الحكم كامل المسؤولية، لأن المباراة فيها تفاصيل كثيرة وفرنسا استغلت الفرصة وسجلت الهدف، ومن بعد المباراة ولت أصعب على المنتخب المغربي. وزاد المدرب وقال بأن المنتخب خاصو يطور المجموعة كاملة وما يبقاش معتمد غير على عدد محدود من اللاعبين. الإصابات والغيابات بينات بأن خاص يكون عند المغرب بدلاء بنفس الجودة باش أي لاعب يغيب يبقى المنتخب محافظ على نفس القوة. وأكد أن بناء منتخب قوي ما كيوقعش في نهار ولا شهر، ولكن خاص صبر وخاص الاستمرار في العمل وخاص ثقة في المشروع الرياضي اللي خدامين عليه. وهبي اعترف أن اللاعبين حاسين بخيبة أمل كبيرة، لأن الهدف ديالهم كان هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة ويمكن حتى المنافسة على اللقب، ولكن رغم ذلك خاص الجميع يتقبل النتيجة ويستفيد منها. وأضاف بأن اللي شاف المنتخب المغربي خلال هذه البطولة غادي يعرف بأن الفريق تطور بزاف، سواء من ناحية الانضباط أو الشخصية داخل الملعب أو الروح القتالية اللي كيبينوها اللاعبين. وأكد أن المستقبل مازال فيه الخير، وأن المنتخب المغربي عنده لاعبين شباب بإمكانيات كبيرة، وإذا استمر العمل بنفس الجدية فالمغرب يقدر ينافس على أكبر الألقاب خلال السنوات المقبلة. محمد وهبي وجه كذلك رسالة جميلة للجماهير المغربية، وقال بأنه عارف مزيان بأن المنتخب ما كيمثلش غير فريق كرة القدم، بل كيمثل شعب كامل داخل المغرب وخارج المغرب. وقال بأن ملايين المغاربة كانوا كيتابعوا المنتخب من مختلف دول العالم وكانوا كيشجعوه بكل حب وفخر، وهذا الشيء كيخلي المسؤولية أكبر على جميع اللاعبين والطاقم التقني. وأضاف المنتخب المغربي ولا عنده احترام كبير على المستوى العالمي، بزاف ديال الجماهير الأجنبية ولات كتشجع أسود الأطلس بسبب الأداء الجميل والروح القتالية اللي كيبينها الحريق. وأكد المدرب بأن الهدف ديالهم ماشي غير تقديم مباريات جميلة، ولكن كذلك تحقيق الألقاب وإدخال الفرحة على قلوب الجماهير المغربية. ورغم الإقصاء خاصنا ما ننساوش المشوار الكبير اللي داروا المنتخب في هذا كأس العالم. البداية كانت بتعادل مهم أمام منتخب البرازيل، وبعدها جاء الفوز على اسكتلندا، ثم انتصار مثير على هايتي ب4 أهداف مقابل هدفين. ومن بعد تأهل المنتخب للأدوار الإقصائية، واجه منتخب هولندا وكانت مباراة قوية بزاف وانتهت بالتعادل قبل ما يحسمها الأسود بضربات الترجيح وسط فرحة كبيرة عند الجماهير المغربية. وفي الدور الموالي المنتخب المغربي قدم واحد من أفضل مبارياته وربح منتخب كندا ب3 أهداف دون رد، وأكد بأنه واحد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة. لكن في ربع النهائي كانت المواجهة أمام منتخب فرنسا اللي استغل بعض التفاصيل الصغيرة وخرج فائزا بهدفين مقابل 0. ورغم الهزيمة الأداء ديال المنتخب المغربي خلى الجميع يحترموا هذا الجيل، لأن اللاعبين قاتلوا حتى آخر دقيقة وما استسلموش. أكيد كل مغربي كان كيتمنى يشوف المنتخب في المربع الذهبي، ولكن خاصنا نفتخروا باللي وصلنا ليه، وخاصنا نبقاو واقفين مع المنتخب في الانتصار وفي الهزيمة. المنتخبات الكبيرة كتبنى بالتجارب، وكل بطولة كتزيد الفريق خبرة وقوة، والمغرب اليوم عنده مشروع واضح ولاعبين عندهم مستقبل كبير. إن شاء الله السنوات الجاية غادي نشوفوا منتخب أقوى وأكثر جاهزية وقادر ينافس على جميع البطولات. ودابا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. قولوا لنا في رأيكم شنو هو السبب الرئيسي في الإقصاء أمام فرنسا؟ واش كتشوفوا بأن المنتخب المغربي قادر يحقق لقب عالمي أو قاري في المستقبل؟ كتبوا آراءكم كاملة في التعليقات، لأن رأيكم كيهمنا بزاف وغادي نقراو جميع التعليقات إن شاء الله.
وإذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة ماروك سيتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اشتراككم ودعمكم هو اللي كيعطينا الحماس باش نستمروا ونقدموا لكم أخبار المنتخب المغربي بسرعة بمصداقية وبأفضل جودة ممكنة. شكرا بزاف على المتابعة، الله يحفظكم كاملين، وإلى لقاء قريب في فيديو جديد على قناة ماروك سيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.